يا مساء الخيال والإثارة، أهلا بيك في مجرة الأنمي، المكان اللي فيه كل حاجة ممكنة. يلا بينا نبدأ سرد أحداث الحكاية. ده شاب غلبان وعلى نيات، بس طيبته دي هي اللي جابته وراه. فأول ما ظهرت الوحوش حبيبته باعته ورمته زي الكلب بعد ما أخدت منه كل حاجة، لحد ما بيحصل على نظام أسطوري عشان ينتقم منها هي وكل اللي أهانوه. حكايتنا مع اللي بيكون بيتهان من حبيبته لين، وده بعد ما أخدت منه كل الأكل بتاعه ورمته زي الكلب في الشارع. من كتر الصدمة بيسألها هي عملت معاه كده ليه، فبتقول له لان هي لقيت حد احسن منه ولازم يبعد عنها، وده بيخليه يتحسر على الاخر وبيتمنى ان هو يقدر ينتقم من البنت الخاينة دي. وفجأة بيظهر نظام قدامه وبيعرفه ان بقى عنده موارد لا محدودة، وكل ما يغيظ الناس وينتقم منهم هياخد من ضعف الحاجات اللي دفعها. الكلام ده بيبهر على الاخر، فباستخدام النظام اللي معاه هيقدر ينتقم من ولاد الكلب اللي خانوه ويعيش ملك في العالم. ساعتها بتيجي البت دي عند وبتفضل تهزق فيه، وده لانها بتكون فاكرة ان هو جاي يتسول في الشارع. فبيروح مديلها اكل عشان يشوف النظام بتاعه، وبيلاقي انه حصل على نقاط كتيرة جدا، فبينبسط اكتر وبيروح معبيها اكل علشان يكسب نقاط اكتر، وبيقول لها تيجي عنده في اي وقت لو احتاجت اي حاجة. اللي حصل ده بيفاجئ البت جدا، فالموارد اللي في عالمهم قليلة ومفيش حد ممكن يديها كل الموارد دي. بيلاقي ساعتها ان تفضيل البت زاد 30 نقطة، وبيعرف ان لما يوصل نقاط التفضيل ل 100 نقطة هياخد من ضعف اي حاجة اداها. ولما بيطلع بيلاقي ساعتها حبيبته القديمة اللي كانت قبل لانه قدامه، واللي بتفضل تتريق عليه هي وصاحبها علشان هو فقير وكحيان. بس مش بيهتم بكلامهم وبيفضل يتريق عليهم، وده علشان يكسب نقاط حلوة للنظام بتاعه. المهم بتيجي عندهم المكان، واللي لما بيشوفها الواد بيفتكر ان هي جاية علشانه، بس بيتفاجئ ان البت جاية علشان المهم بتقول له البت ان هي تروح السوق علشان تشتري شوية حاجات هي محتاجاها، بس بيقول لها ان الكلام ده مش هيحصل وهو موجود، وعلى طول بيروح معبيها اكل قدام البت الجزمة دي. البت ساعتها بتتشل من اللي حصل، بتقول له انت جبت الاكل ده كله منين؟ الواحد مش لاقي رغيف حتى عشان ياكله. فبيقول لها الكلام ده تقوليه لحد فلاح زيك مش انا يا حلوة. وبعدها بياخد بيدخلوا على البيت، بيبارك ساعتها النظام بيقول له ان هو جمع 100,000 نقطة لحد دلوقتي. المهم بيقعد مع البيت علشان يستريح، بس ساعتها بتظهر اخبار ان في عاصفة جليدية جاية عليهم، فبيقرر ان هو يجهز حاجات علشان يتعاملوا مع العاصفة دي. بس ساعتها الباب بيخبط عليهم، فبتروح علشان تفتح الباب، بس ساعتها بيوقفها وبيقول لها ان هو هيتعامل مع الموضوع بنفسه. المهم بيروح يجهز سلاحه وبيشوف مين اللي على الباب دول، فبيلاقي ال3 دول عنده، واللي باين ان هم جايين عشان يقلبوا الاكل بتاعه. فبيقول له تبعد لحد ما يشوف هو هيعمل معاهم ايه. وهنا بيفتح ال3 البيت بتاعه عشان يتفاجئوا ان معه اكل كتير جدا، فبيقولوا يسلم الحاجة اللي معاه والا هيخلصوا عليه دلوقتي. وعلى طول بيروح مدير على رقبتها نخلص عليها. الاتنين التانيين بيترعبوا من الوضع وبيستعدوا للمعركة، بس بيقول لهم ان هو هيستسلم وهيسلم ليهم كل الحاجة اللي معاه. فبيروح الاتنين ياخدوا الاكل اللي معاه علشان يمشوا، بس بيروح مغفل التاني موته. التالت ساعتها بترعب من الوضع اكتر وبيطلع سلاحه علشان يخلص على بس بيعرف يغفله وبيروح مخلص عليه زي اللي قبله. اللي حصل ده بيفاجئ على الاخر، وبتسأل ليه هو عمل كده، فبيقول لها ان هو لو ما عملش كده كانوا هيخلصوا عليهم، فهو كان بيدافع عن نفسه مش اكتر. لحد ما بتيجي عندهم وبتروح تهدد ان هي هتبلغ الشرطة، بس لو سلم الحاجة اللي معاها هتسيبه في حاله. فبيضحك بيقول لها ان هي لو عملت كده هيخليها تزور ال3 اللي قبلها. فبتعصب العيال دول وبيروحوا يهجموا على
بس يو بيتحرك بسرعة البرق وبيخلص عليهم كلهم. الواد ساعتها بيحاول يكسر دماغه، بس يو بيروح موديه على اللوبي. اللي حصل ده بيرعب ليو على الاخر، فبتروح تطلب من يو ان هو يسيبها تعيش، وعلى طول بيخليها يو تمشي من المكان. بتيجي تشو ساعتها عنده وبتسأله هيعملوا ايه في كل الجثث اللي عندهم دي، فبيقول لها يو ان هم يستخدموهم لرفع سمعتهم، وعلى طول بيروح يو رميهم كلهم من البلكونة. وبسبب المنظر ده بيغمى على لين في الشارع. بيبص يو ساعتها على النقاط اللي جمعها لحد دلوقتي، وبيلاقي ان هو جمع 1600 نقطة. فبيروح بعدها يعمل اكل لتشو، وبعدها بيروح علشان يشوف هيجمع نقاط زيادة منين. وهنا بيلاقي يو ان خلصت تشو وصل ل 100 نقطة، وده بيديله 100,000 نقطة، ومعاها بيفتح المتجر اخيرا. بينزل ساعتها يو الشارع عشان يشوف هيعمل ايه، فبيلاقي ساعتها رجالة لين بيزعقوا ليه، فبيروح نازل فيهم ضرب علشان يعلمهم الادب. وبسبب اللي حصل بيروحوا الرجاله يعتذروا ليو على كل اللي عملوه، بيطلبوا منه ان هو يسامحهم. فبيسألهم يو عن سبب انقطاع الكهرباء والميه في الحي بتاعهم. الاتنين بيقولوا ليه ان العيال اللي خلص عليهم هم اللي عملوا كده، وده علشان يعرفوا يلموا اكل من الناس، وبسبب قوتهم هم ما يقدروش ان هم يقفوا في طريقهم. فبيقول لهم يو ان هم لازم يروحوا يصلحوا الحاجة، وساعتها هيخليهم اتباعوا. وبعد فترة بتصحى لين وبتلاقي الرجالة بتوعها بياكلوا اندومي مع يو، فبتزعق ليهم البت وبتقول لهم يجوا معاها علشان يمشوا دلوقتي. بس يو بيقول لها ان محدش هيعمل كده، لان دلوقتي الرجالة دول بقوا رجالته دلوقتي. الكلام ده بيعصب لين جدا، وده بيخليها تدي ليو نقط نظام بالعبيط. فبتروح البت عند يو وبتقول له يجيب لها اكل بسرعة قبل ما تجيب اخوها، بس يو مش بيفرق مع الكلام ده وبيروح رميها في الشارع. المضحك في الموضوع ان الحمارة كانت متضايقة ان يو طردها بعد كل اللي عملته. بعدين ساعتها بيطلبوا من يو ان هو يرجعها البيت، فعلى الرغم ان هي خنزيرة ولسان ابوها يستاهل الحرق، لكن هي شخص كويس وتستحق تعيش. فبيروح يو علشان يجيبها لبيته، بس ساعتها بيلاقي ان ليو موجودة معاها، واللي لما بتشوفه بتروح عند يو علشان تتوسل ليه يدخلها معاه، لان ساعتها بتتفاجئ من اللي حصل وبتحاول ان هي توقفها عن اللي بتعمله. بس ليو بتقول لها ان ما عندهاش خيار تاني، فلو ما حصلتش على مساعدة يو هتموت من الجوع والبرد. فبيستغل يو الفرصة وبيروح يزعق فيهم، وبعدها بيقفل عليهم الباب، وده بيخلي يو ياخد منهم نقاط غضب بالعبيط. فبيبص يو على النقاط اللي جمعها دلوقتي وبيلاقي ان بقى معاه 400,000 نقطة. فبينبسط يو لان هو كده قرب يفعل المهارة الجديدة بتاعته، بس ساعتها الكهرباء بتتقطع عليهم تاني، وده بيخلي الكل يخافوا لان مع العاصفة الجليدية هيموتوا من البرد. فبيسأل يو تشو اذا كان عندها هدوم زيادة ولا لا، بس الحمارة بتقول له ان ما عندهاش غير هدوم صيفي بس. فالمتخلفة بتجيب هدوم جديدة كل موسم، والقديم كله بترميه في الزبالة. فبيبدأ يو ان هو يفكر في طريقة علشان يخرج من الوضع الصعب اللي هو فيه. فبيقول له النظام ان هو يقدر يصلح الكهرباء لو فعل المتجر الخارق بتاعه، بس هيحتاج يوصل ل500,000 نقطة الأول. فبيبدأ يو إن هو يتخانق مع تشو عشان يلم نقاط كتير منها، لحد ما بيقدر إن هو يلم ال500,000 نقطة بتاعته، وبيفتح المتجر الخارق، وده بيخليه يقدر يرجع الكهرباء والمية للبيت بتاعه. فبينبسط يو إن هو قدر ينجو من المصيبة الصعبة اللي هو كان فيها، وبيروح علشان يشوف طريقة يجمع فيها نقاط أكتر. بيروح ياخد الميكروفون بتاعه وبيفضل يحكي قصة حياته لكل اللي موجودين في الحي علشان يعرف ابوهم، وده بيخلي يو ياخد نقاط بالعبيط من كل حتة لحد ما بيوصل ل1,300,000 عملة. فبتشكح الواد اكتر من الموضوع ده، لان كده هو بقى اغنى شخص في العالم. بس فجأة بيلاقوا مجموعة بتخبط عليهم وعاوزين يقتحم المكان، فبترعب الكل لان عددهم اكبر منهم،
ولو دخلوا عليهم هيخلصوا عليهم في ثواني. بس يو بيقول لهم ان مفيش داعي للخوف وبيروح علشان يتعامل مع الوضع. المهم بيروح يو يشوف مين اللي على الباب، وهنا بيلاقي سو احد مشاهير الانترنت واللي بتهدده بتدمير الكهرباء بتاعتهم لو ما سلموش كل الاكل اللي معاهم. فبيقول لها يو ماله حلوة، انا ببيع الشاكوش الكبير ب10 والصغير ب5، شوف اللي يعجبك واعملي فيه اللي انت عاوزاه. الكل ساعتها بيستغربوا من كلامه، بيقولوا ليه احنا لو قطعنا الكهرباء هتموت من البرد، انت حمار ولا ايه؟ فبيقول لهم يو ان ده مش هيفرق معاه، وعلى طول بيروح الواد ده مكسر المولد بتاعه. فبتفتكر سو ان ينتقم خلاص من يو، بس يو بيقدر ان هو يصلح المولد بدون مشاكل. الكل ساعتها بيستغرب من اللي حصل، لان هم لسه مدمرين المولد من ثواني، فازاي لسه شغال لحد دلوقتي؟ فبيضحك عليهم يو، بيقول لهم انهم ما عرفوش يدمروه علشان يتوقف اصلا. فبيروح الواد ده يكسر في البتاع علشان ينتقم منه، بس كل مرة الراجل بيكسره يو بيعرف يرجعه جديد في كل مرة، وده بيخلي الواد يلم نقاط نظام بالعبيط من سو. فبيتعصب الواد وبيروح يهجم على يو علشان يموته، بس يو بيروح مديله واحدة بيضيع له مستقبله. فبتروح سو عنده بتزعق ليو، بتقوله ان هي انفلونسر مشهورة وعندها 10,000 متابع بحالهم، ولو كلمتهم دلوقتي هيفشخوه. فبيروح يو مطلع اكل بالعبيط قدامها وبيقول لها ان هو هيستناهم لحد ما يجوا. اللي حصل ده بيجنن سو على الاخر، وبتروح تطلب منه يديلها شوية اكل من اللي معاه. بيقول لها يو وليه يا فنانة، ده انا جايب لك حاجة على مقامك. وعلى طول بيروح يو يحدفها ببيض بايظ لحد ما بيبوظ ابوها، بعدها بيقفل في وشها الباب. بيروح بعدها يو علشان يستريح من كل اللي حصل لحد دلوقتي، وبيلاقي ان هو اخد 250,000 من الخناقة العبيطة دي، ومعها قدر ان هو يفتح مهارة الملابس الخارقة. فبيقرر يو ان هو يجرب المهارة دي دلوقتي. فبيخلي الواد الازرق ده يخلي باله من البيت عبال ما يجي، ولما بيخرج ابعد سو الحمارة من طريقه عشان يعرف ينزل. طبعا سو بتتجنن من تصرفاته، فهي متعودة ان الرجالة اللي بتقابلها بيجروا عليها علشان هي حلوة بتاع، وده بيخلي يو ياخد منها نقاط نظام بالعبيط. المهم بيروح واحد من رجالة سو عند يو وبيطلب منه ان هو يكون واحد من رجالته، في المقابل هيعمل له اللي هو عاوزه. وعلى الرغم من الوضع الخرا اللي هي فيه، لكن سو بتفضل تتنك على يو علشان شايفة ان هو عيل كحيان تقدر تضحك عليه. فبيروح يو مديلها بالكف عشان يفوقها من الاوام اللي عايشة فيها. البنت الغبية ساعتها بتروح تتحداه يضربها تاني لو راجل، فبيروح يضربها يو عادي جدا. وبعد ما بياخد منها النقاط بتاعته بيروح واخد بعضه وماشي من المكان. بيلاقي يو ساعتها لين بتترجف قدامه من كتر البرد، فبيخلي الراجل بتاعه ياخدها البيت علشان تتدفى، وبعدها بيمشي من المكان. ينزل يو بعدها الشارع وبيلاقي الدنيا بتمطر حمض على الاخر، بس الحمض مش بيأثر عليه علشان هدومه الخارقة. وهنا بيلاقي البت دي عنده واللي بتطلب منه ان هو يجي عندها. فبيروح يو عندها علشان يشوف هي عاوزة منه ايه، بس بيتفاجئ ان البت بترفع عليه سلاح علشان تاخد الهدوم منه. فبيضحك يو على اللي هي بتعمله، بيقول لها مش عيب تثبتي حد في الشارع علشان تاخدي هدومه كده. بس البت مش بتهتم بكلامه وبتقول له ان هي هتخلص عليه لو ما سلمش الحاجه اللي معاه. فبيروح يو قلع الهدوم علشان يديها لها، بس لما البت بتاخدها بتتفاجئ ان الهدوم اختفت وبترجع تاني ليو. فبتتعصب البت وبتروح تهجم على يو علشان تموته، بس يو بيوقع سلاحها وبيمسكها من ايديها. بيقول لها مش عيب كده تلعبي بالحاجات دي بالليل كده. فبتقول له البت ان هي هتسيبه يمشي لو ساعدها تروح المستشفى العام اللي في المدينة. وعلى طول بيروح يو مديلها على دماغها علشان يفوقها من العبط اللي بتقوله. طبعا البت بتتجنن من اللي حصل وبتقول يو ان هي هتدور عليه علشان تنتقم منه. فبيقول لها يو على مكانه وعنوان بيته، وبيقول لها ان هو هيستناه في اي وقت عشان يمسح بيها البلاط. بعدها بيمشي من المكان. بيرجع بعدها يو البيت بعد ما جاب الحاجة بتاعته. فبيلاقي يو سو لازقة فيه وبتطلب منه يسامحها ويخليها الخادمة بتاعته. فبيجي واحد من رجالة يو بيفهموا الوضع. فلما سو عرفت ان هو معاه اكل في العبيط في بيته
بقت عاوزة ان هي تنضم ليهم بأي شكل. فبيقول لها يو ان هو ما عندوش مشاكل يخليها واحدة من اتباعه، بس لازم تعرف ان هي لو عملت اي حاجة غلط هيرميها على طول في الشارع. بيروح بعدها يو يستريح ويبدأ يفكر في الوضع اللي هو فيه. فحاليا هو مع 3 نسوان يقدر يحلب ابوهم لحد ما ياخد النقط اللي هو عاوزهم، بس الموضوع هيبقى صعب لان هو محتاج 3 مليون عشان يلاقي النظام بتاعه. المهم بتيجي تشو عنده وبتسأله عن البتاع اللي جابه معاه ده، فبيقول لها يو ان دي هدية مميزة لحد عزيز عليه، واللي بتطلع الدبدوب الصغير ده. المهم بيروح الشباب علشان يناموا، بس ساعتها بيسمع يو حد بيحاول يقتحم بيته، فبيروح يو علشان يشوف منه الحمار اللي بيعمل كده. وشوف المفاجأة صاحبي، طلعت البت اللي مسح يو بيها البلاط من شوية ومعاها البتاع ده اللي في ايديها. في الطبيعي الواحد بيحاول يهدي الوضع عشان ما يضربش في دماغه بالنار، بس يو المتخلف بيروح يغص في البت اكتر عشان ياخد منها نقاط. فبتجهز البت نفسها عشان تفجر دماغه لحد ما بتلاقي البت تشو جايبة معاها طبق اندومي باللحمة. البت ساعتها مش بتكون مصدقه نفسها، بتقول لها البت انت جبت البتاع ده منين؟ ده علية القوم بس اللي بيعرفوا ياكلوا الحاجات دي دلوقتي. وخلال لما البت عماله بتاكل بتسالها تشو عن اسمها وسبب هجومها على يو بالشكل ده، فبتقول لها البت ان اسمها روز وكانت محتاجه الهدوم بتاعت يو علشان توصل للمستشفى العمومي، بس الوقت بتاعه مرة بيخلص فلازم يمشوا دلوقتي. المهم بتاخد البت يو بيروح علشان يمشوا، فبيقول لها يو انهم هيركبوا الموتوسيكل ده. طبعا البت بتتشل من الخرا اللي بتسمعه، بتقول لها عم نركب ايه؟ يا حتة الحديد دي شغالة حتى عشان تعرف تاخدنا للمستشفى. فبيضحك يو لان كلامها فعلا صحيح، بس النظام بتاعه يقدر يشغل ابوها بما ان معاه نقاط بالعبيط. المهم بيفضل يو يغص فيها علشان يحلب منها نقاط اكتر لحد ما بيروح مشغل المكنه وبياخدها على مكان المستشفى. وفي الطريق بتسأل البت عن سبب صمود المكنه اللي هم فيها قدام الحمض اللي بينزل على دماغهم، فبيقول لها يو يعني انا لقيت طقم مضاد للحمض مش هلاقي مكنه ضد الاكلان زي دي؟ لا الصراحة كلامك مقنع على الآخر. المهم بيبص يو على النقاط اللي جمعها وبيلاقي إن ولا روز زاد 10 نقط لحد دلوقتي، وقدامه 700,000 بس علشان يوصل ل3 مليون. يوصل ساعتها لمكان المستشفى وهناك بيقابل الدكتور تشين في المختبر بتاعه. بتسأل روز الدكتور عن مدى تقدم المشروع اللي معاه، فبيقول لها تشين انهم قربوا يخلصوا دلوقتي ولسبب ما الممرضة بتنط في الكلام بينهم. بتقول لها ان هي مش هتاخد حاجة من المصل غير لما يوافق حبيبها جون، فبيقول لها يو انهم مش محتاجين حاجة منه. البنت بتقول له انه ما يحلمش يكون كلب من كلابه. فالناس العادية دلوقتي بتقطع بعض في الشارع عشان رغيف العيش، بس جون حبيب القلب خلاها تاكل رز وكيك كل يوم. شوفوا الكفر والتبذير يا جدع. فبتحاول روز ان هي تهدي الحمارة وتخليها توقف العبط اللي بتقوله قبل ما تندم، بس الحمارة بتفضل تتريق عليها وعلى يو. فبتقول لها روز ان يو بياكل الرجالة بتوعه لحمة واندومي ومنغنغهم على الاخر، بس طبعا البت مش بتقتنع بالكلام ده. فالموارد اللي زي دي تم احتكارها من قبل اصحاب القوى العظمى، واكيد عيل كحيان زي يو ما عندوش القوة ولا السلطة دي. فبيسألوا الدكتور شين عن اذا كان اهله عندهم فلوس او اشخاص مهمين في البلاد، بس يو بيقول له ان اهله ماتوا اصلا. فبتفضل تضحك الممرضة على كلام يو، بتفضل تتريق عليه، بتقول له ان هو صعب عليها جدا. فهتروح تكلم خطيبها جون عشان يخليه واحد من اتباعه، وعلى طول بيروح يو مديلها بالكف على اللي هي قالته. البنت طبعا بتتفاجئ من اللي حصل، بتقول له يو ان هي هتخلي خطيبها جون يعذبه بسبب اللي عمله، بس يو ابن المستفزة بيفضل يحرق في ابوها علشان يحلب منها نقاط. بيجي ساعتها جون عندهم المكان، فبتروح الممرضة عنده وبتقعد تتحنك عليه زي ما انت شايف كده. جون طبعا بيتعصب من اللي حصل وبيامر رجالته يروحوا يخلصوا على يو، بس العيال بيلاقوا نفسهم بيضربوا رجلهم في الحيطة. بيروح واحد فيهم مطلع السلاح بتاعه وبيهجم على يو، بس يو بيروح مديله في نص البطيخة بيضيع له مستقبله. روز ساعتها بتتدخل عشان تهدي الوضع وبتطلب من جون ان هو يوقف القتال لحد ما يخلصوا مصل الاستيقاظ،
بس الممرضة بتقول لها ان ده مش هيحصل، فبسبب اللي هم عملوه محدش فيهم هياخد مصل القوة غير لما ينحنوا ليها. بس يو بيقول لها ان هي لازم تفكر في الوضع كويس، فده رغم ان هي عملت المصل بنفسها لكن هي معتمدة على جون في كل حاجة، ولما تخلص المصل مش هيحتاجها في حاجة واكيد هيخلص عليها. وعلشان يثبت كلامه بيروح يوم مطلع الورق ده اللي بيكون فيه بيانات المصل الخارق. اللي حصل ده بيفاجئ تشين جدا لان البيانات دي ما كانتش موجودة في امتى يو عرف يجيبها. بس جون مش بيهتم بالكلام ده، بيروح علشان ياخد الورق بتاع المصل، فبيتفق مع يو ان هو هيسوي ايش لو بس سلمه المعلومات اللي معاه. فبيروح يو مديله الورق اللي هو عاوزه، ولما بيطمن جون ان كل حاجة تمام بيأمر اتباعه ان هم يروحوا يخلصوا على يو. فبتنبسط الممرضة من اللي حصل وده علشان هتعرف تنتقم من يو وهتحصل على المصل الخارق بتاعها. بس يو بيقول لها ان هم ما ينفعش يحتفلوا بالنصر بدري او كده، فده رغم ان هم معاهم ورق المصل الخارق بس هو يقدر يسلبوا منهم في اي وقت. فبيروح جون يخلي رجالته يخلصوا على يو، بس فجأة بيروح يو واخد الورق من جون وبيهدده ان هو يدمر كل المعلومات كلها لو حاولوا يقربوا منه. فبيحاول اتباعه ان هم يعملوا اي حاجة، بس يو بيطلع الحبل الخارق بتاعه وبيقبض عليهم كلهم ومعاها بيولع في كل البيانات اللي في ايده. فبتتجن روز من اللي هو عمله لان هي كانت عاوزة المصل الخارق عشان تعمل ابطال خارقين يخرجوا البشرية من الكارثة اللي هي فيها دي. يو لما بيسمع الكلام ده بيفضل يضحك على اخره، بيقول لها عاوزة تجيب الافنجرز عشان ينقذوا العالم المفشوخ بتاعنا يا كوكو، ده على اساس ان ثانوس موجود على بيتنا مثلا. فبتتعصب البت وبتنزل على يو ضرب، بس كله يهون قدام النقاط الكتير فشخ اللي اخدها منها. المهم بيروح يو عند الممرضة بنت الصارمة دي وبيفضل يمسح بكرامتها البلاط عشان ياخد منها نقاط برضه. فبيفضل يو يتريق عليها علشان حبة كلب زي جون، وبيقدر ان هو ياخد منها 1,000,000 نقطة بحالهم. في الوقت ده شو بتكون قلقانة علشان يو مرجعش لحد دلوقتي، فبتطمنها سو بتقول لها ان يو هيرجع ليهم سليم وعافى. على عكس الرجاله العاديين اللي قابلتهم، يو شخص قوي جدا ومهما كانت الظروف اللي بيواجهها هيخرج منها بدون اي مشاكل. بس تشو بتكون خايفه لسه على يو وبتقرر ان هي تروح عنده علشان تساعده. بنرجع ليو اللي بيكون بيطلع اكل كتير علشان السيد تشين ياكل، فبتتفاجئ الممرضه من اللي حصل، تسأل يو ازاي خرج كل الاكل ده من العدم. فبيفهم جون ساعتها ان يو انسان خارق وبيروح يعتذر ليه عن اللي حصل وبيطلب منه ان هو يسامحه عن اللي عمله. ولما بتلاقي ان الوضع بقى كده بتروح الممرضة برضه تتمسح فيه علشان يسيبها، بس بطن الخنزير مش بياكل معاه الكلام ده وبيفضل يحرق في اللي خلفوها. المهم بتيجي روز عندهم وبتقول له يو ان هم لازم يمشوا دلوقتي، فعائلة يانج هتوصل ليهم قريب فلازم يمشوا من هنا. بس يو مش بيكون فارق مع الكلام ده، فطالما مع النظام الخارق بتاعه هيقدر يتعامل مع اي حاجة. فبتقول له روز ان هي عارفة ان هو جامد وكل حاجة، بس عائلة يانج من القوى العظمى في المنطقة وحرفيا ممكن يكسروا المكان ده على دماغهم لو حبوا. وفجأة بيسمعوا رئيس عائلة يانج بيطلب منهم انهم يخرجوا بالمصل الخارق قبل ما يفجر المكان كله. فبتقول له روز ان هي هتروح تعطل رئيس عائلة يانج عبال ما هم يهربوا، بس يو المتخلف بيقول لها ان هو مش هيمشي قبل ما ياكل الاندومي بتاعه. الدكتور شين بيقول له ان هو مستعد يشغل العصابة لحد ما يهربوا بالبيانات، لكن يو بيتجاهله وبيروح ينزل بجزمته في وش جون. ولما بيلاقي ان تم تجاهله بيأمر رئيس عائلة يانج رجالته بتجهيز المتفجرات علشان يفجروا المستشفى على دماغهم. بس ساعتها بيوصل يو عنده فبقول له الراجل يروح يجيب الرئيس بتاعه علشان يتكلموا وايه اللي هيموتهم، بس يو بيقول له ان مفيش الكلام ده. فبيتضايق طبعا الراجل من كلامه وبيقول له ان هو بيتكلم بشكل جاد، لو ما جابش الرئيس بتاعه هيفجر المكان بجد وهيموتهم كلهم. بس يو الخنزير بيقول له ان هو مش هيعمل كده ويقدر ان هو يعمل اللي هو عاوزه.
وعلى طول بيروح الراجل يهجم على يو بهجمة بتطيره. اللي حصل ده بيفاجئ يو جدا لان هو ما كانش متوقع ان الراجل بالقوة دي، فبقول للراجل ان دي اخر مرة هيكلمه بلسانه، فلازم يروح يجيب له المصل الخارق والرئيس بتاعه اللي هيموتهم كلهم. الكلام ده بيرعب روز جدا وبتقرر ان هي تروح علشان تساعد يو قبل ما يموتهم كلهم. بس دكتور شين بيحاول ان هو يوقفها، بيقول لها ان هو عارف ان هي قوية، بس قدام رئيس عائلة يانج الموضوع هيختلف، فالجاحد ده قوي جدا ولو راحت دلوقتي هتموت لا محالة. جون بيقول لها ان هو يقدر يساعدها تخرج من الوضع ده، فلو حررته وسلمت ليه بيانات المصل الخارق هيقدر يتفاوض مع رئيس عائلة يانج على حياتهم. اللي غيظني في كل ده الممرضة المتخلفة اللي معاهم، الحمارة مربوطة ومتنيلة واكلة تبني على دماغها وحالتها زي الخرا ولسه فيها حيل تتشطر على الروز، حاجة في قمة التخلف وربنا. المهم روز بتلفظ للعبط بتاعهم هما الاتنين وتروح عند يو علشان تحاول تساعده. بنرجع ليو اللي بيكون بيعاني وهو بيواجه رئيس عائلة يانج، فبيحس الراجل بالشفقة على حال يانج وبيعمل معاه صفقة، بيقول ان هو هيهجم عليه 3 مرات ولو عرف يتحمل هيسيبه ويمشي، بس علشان ينرفز فيه بيقول له يو ان هو هيخلص عليهم كلهم في ال3 ضربات دي. فبيروح واحد من اتباع يانج علشان يخلص على يو، بس روز بتروح تاخد الضربة بداله، فبيضحك يانج وبيقول لهم ان اللي عمله ده ملوش اي لازمة، فرجالته جاز المتفجرات حوالين المبنى كله، وطبعا لو ما سلموش ورق المصل الخارق اللي هو بيدور عليه هيفجرهم بالورق اللي معاهم كله. فبيشوف يو النقط اللي جمعها لحد دلوقتي، بس بيتفاجئ ان لسه قدامه 300,000 نقطة علشان يوصل لهدفه، فبيفكر يو في طريقة علشان يجيب نقط اكتر قبل ما ينجي يفجر امه. وهنا بيبدأ يقول ان هو يستفز فروز عشان يلم منها نقاط، بيقول لها انت مفيش منك اي فايدة يا بنت انتي، يعني شايفانا بتضرب والحيوان ده هيفجرنا، فبدل ما تفكري في حل جاي عشان تتضربي معايا. البنت طبعا بتتضايق من كلامه، بالذات ان هي ضحت بكل حاجة علشانه وهو ما قدرش، فبتروح تعيط وبيبدأ يو ان هو يجمع منها نقاط، فبينبسط يانج من اللي حصل وبيخلي رجالته يروح عشان يخلصوا على يو. بس اللي ما يعرفوش ان يو قدر ان هو يجمع النقط اللي هو عاوزها، بس ساعتها بتيجي البت دي عندهم، واللي لما بيشوفها يانج بيجيب ورا على الاخر. النظام ساعتها بيبدأ يعرف عن البت دي ليو، وبيطلع ان دي هاو السيدة الشابة لعائلة غاو، واللي على عكس الناس العادية البت دي النقط اللي بتطلع منها اكتر 10 اضعاف. يو بيقول مصلحة يعني مزة ومكنة فلوس، ده كده حاجة عظمة اوي، بس زي ما انت شايف الحب ولع عند روز. المهم بتروح هاو عند يو بتعرف عن نفسها وبتسأله عن مكان الدكتور شين، فبيجي الدكتور عندها وبيعرفها بوجوده، فبتروح هوا عنده وبتسأله عن تقدم البحث بتاعه، بتقول له ان عائلتها عاوزة تستخدم المصل ده في صنع جنود خارقين للتعامل مع نهاية العالم. يو ساعتها بيتضايق من كلامها، بيقول لها مش معنى عائلتكم اللي لازم تستخدم المصل ده عشان تنقذ العالم، هي عائلتكم ارجل مننا ولا ايه؟ وبتقول له هاو ان عائلتهم من اكبر العائلات في الدولة كلها، وباستخدام نفوذهم والموارد اللي معاهم هيقدروا يستخدموا المصل الخارق احسن من اي حد تاني. يو بيقول لها طالما انتم جامدين اوي كده ما تعملوا المصل في بيتكم، عارفين ابونا كده ليه؟ طبعا الكلام ده بيضايق البيت وبتدي يو 200,000 نقطة مرة واحدة. المهم بتقول لها ان الكلام معاه مش هيكون مفيد خالص، فمع وجود الدكتور تشين والموارد بتاعتهم هيقدروا ينقذوا العالم. بس ساعتها الدكتور بيعرفها الحقيقة، بيقول انا مقدر ثقتك فيا وكل حاجة، بس حرفيا انا البحث بتاعي يعتبر لعب عيال بالمقارنة باللي مع الواد اللي قدامك. بنت ساعتها مش بتصدق نفسها وبتروح عشان تكلم يو عن المصل، بس ساعتها بيكون يانج جاهز المتفجرات عشان يفجر المكان كله، فبتقول لها وان هو لو كمل في اللي بيعمله العائلة بتاعتها هتدمره اكيد. بس يانج بيقول لها ان طالما هو دمر جثتها وحولها لغبار محدش هيعرف عنه اي حاجة. وبيطلع ان يانج عاوز ياخد المصل الخارق لنفسه،
وده علشان يعمل جيش خارق ويحكم العالم. فبيروح يهدد يو بالسلاح بتاعه وبيطلب منه يسلم الابحاث اللي معاه وايه اللي هيموته. بس يو البارد مش بيكون فارق معاه وعمال يستفز في امه، فبيروح واخده هو واللي معاه ورميهم في المبنى علشان يفجرهم كلهم. فبتتعصب البت على ياو بسبب اللي عمله، بتقول له انت متخلف ولا خبطوك على دماغك وانت صغير؟ انت كان ممكن تساس الحمار ده لحد ما تعمل المصر الخارق وبعدها توقفه. دلوقتي كلنا هنموت وكل اللي عملناه هيروح على الفاضي. بس مع كل ده ياو المتخلف بيعمل نفسه عبيط علشان يعرف يلم منهم نقاط اكتر. بيقطع ساعتها كلامهم الدكتور شين اللي بيقول لهم ان هو حاسس ان يو مجهز حاجة علشان ينقذهم من الموقف الصعب اللي هم فيه، وده بيخليها وتضطر تسمع كلامه لحد ما تشوف هيعمل ايه. ساعتها بيفجر يانج المكان على دماغهم كلهم. فبينبسط الواد ان هو خلص من المصل وهاو اللي كانت واقفه في طريقه، بيروح علشان يشوف هيسيطر على عائلتها ازاي. بس فجأة يظهر هاو الباقية وهم مفهومش خدش واحد حتى. اللي حصل ده بيفاجئ الواد على الاخر وبيكون مش عارف هيعمل معاهم ايه، فبيروح مخلي رجالته جازوا نفسهم عشان يخرطوهم. فبتسأل هاو يو اذا كانت المهارة بتاعته شغالة ولا لسه بتشحن، فبيقول لها الخنزير ان حتى هو ما يعرفش الموضوع ده. المهم بيهجم عليه رجالة يانج بالاسلحة بتاعتهم، فبيروح يوم يستخدم النظام بتاعه وده علشان يبدل المسدسات بتاعتهم بمسدسات مية. وهنا بتوصل لين والبنات عندهم علشان يعملوا مع يانج جلاشة. بس فجأة تبدأ المطر الحمضي ان هو ينزل عليهم، فبياخد يو الكل في العربية قبل ما يتعملوا عصيدة. وفي الطريق بيقول لهم يو ان وراه حاجة مهمة لازم يعملها. بنشوف بعدها القطة دي جاية علشان تهجم على الأطفال دول لحد ما بتيجي لين وبتقدر تنقذهم. وبيطلع ان هو ادى الشباب حقوق خاصة عشان تديهم قدرات خارقة. المهم بتسأل لين العيال عن مكان بنت اسمها تشينج، بس العيال بيقولوا ليها ان هم ما يعرفوش عنها حاجة الايام. المهم بتقعد لين مع المدرسة بتاعتهم وبتسألها عن مكان تشينج، بس المدرسة بتقول لها ان هي ما تعرفش مكان اي حد من ساعة الكارثة. ففي وحوش مرعبة هجمت عليهم في المكان وكانت هتموتهم، بس لولا ان هم هربوا كانوا هيموتوا دلوقتي. وفجأة بتسمع لين صوت حاجة بتقرب عليهم، فبتروح عشان تفحص المكان بتاعها، بس اللي ما تعرفوش انه منتظرها حاجة ما كانتش تتوقعها ابدا. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبك الحكاية هدينا لايك وادعمنا باشتراك، واستنى الحلقة الجاية من مجرة الأنمي. دايما عندنا الجديد. سلام.